ازيك يا كابتن اسلام؟ الله يخليك، الحمد لله. يعني احمد مش عارف انت متابع ولا مش متابع، ولكن من اول البرنامج وحتى الان انا جبت اللواء حمدي الجزار مدير امن البحر الاحمر، و يعني هو حابب ان ما تتلعبش المباراة النهائية بجمهور، ده رأيه طبعا. ايوه، هو يعني حضرتك يا كابتن اسلام انت قلت ده رأيه بصفته ممثل وزارة الداخلية. نعم نعم. بس انت بصفتك انت لعبت كوره، وبصفتك انا بصفتي بصراحه نفسي الاقي الاستاد نفسي يعني تلعبوا في استاد القاهره يعني مع كامل احترامي، العنصر الوحيد اللي في المنظومه اللي مش عايز الماتش يبقى فيه جمهور بدون اي اسباب مقنعه هو وزاره الداخليه. يعني الدكتور كمال درويش عايز الجمهور، كابتن هاني رمزي نفسه المدير الفني لدجله قال ما عنديش مشكله في حضور الجمهور، استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره ما عندوش مشكله في حضور الجمهور. واعتقد ان الدكتور كمال درويش لما اتكلم معاك قال ان في ناس اتكلمت من المجموعه مع الدكتور كمال درويش، احنا عندنا استعداد نتحمل مسؤوليه حضور الجمهور. وبغض النظر يعني المفروض من قصه ان احنا عارفين ان في صعوبه ان الماتش يتلعب هنا في القاهره. نعم. عشان في ما هو انت عارف يا احمد، معلش هقطعك، ان انا جالي مسجات كتيره جدا امبارح، الناس كانت بتطالبني ان انا اتكلم ان المباراه تتلعب في القاهره. اهو يعني شوف انت مثلا يا كابتن اسلام، انت بتقول الناس بتقول الماتش يتلعب اصلا في القاهره. نعم. طب احنا عدينا نقطه ان الماتش هيتلعب في القاهره للعديد من الاسباب، لان هيبقى في ماتش تاني يوم، وان الداخليه مش تقدر تامن ماتشين زي دول. نعم. المفروض ماتشات جماهيريه في يومين ورا بعض تبقى صعب. خلاص الناس قالت ان الكاس بدأ في الجونه فهيخلص في الجونه، فمش هنيجي في ماتش المفروض ان هو يعني المفروض ان هو زي ما بنقول احنا هنبتدي نقول يا هادي في الكوره، وان خلاص بطوله كاس وماتش احتفالي المفروض، وبعدين تاني يوم ماتش نهائي كاس افريقيا نبتدي بقى نحط عراقيل ونبتدي نقول لا اصل الجمهور مش هيحضر، اصل لا. طب يعني ايه المغزى برضو؟ احنا عايزين نعرف السبب اللي يقول الجمهور مش هيحضر. هل مع كامل احترامي يعني لفريق وادي دجله، هل الداخليه مثلا خايفه من حدوث اشتباكات ما بين الجماهير؟ ممكن اقول لك يعني ممكن ارد عليك. هو انا قلت له يعني يا سياده اللواء دلوقتي، وقلت له على فكره الكلام اللي انت بتقوله ده، قلت له ان لو الزمالك واسماعيلي مثلا انا ما كنتش هقول لك الكلام ده. طب اقول لك حاجه يا كابتن اسلام. اتفضل يا استاذ احمد. اول ماتش في دور الثمانيه في بطوله افريقيا ما كانش الزمالك والاسماعيلي، ده كان الزمالك والاهلي. كان الزمالك والاهلي، والماتش اتلعب بحضور جماهير الفرقتين، وزي ما الناس شافت الماتش خرج والجمهورين خرجوا. اللي حصل بقى يا احمد بعد انا لما قلت له كده، عارف قال لي سياده اللواء حمدي الجزار قال لي ان ما حدث بعد ذلك من ما حدث ما بين الالتراس الاهلاوي في مباراه الاهلي واعتقد اورلاندو، مش اورلاندو اللي هي اتخانقوا فيها مع بعض الالتراس اهلاوي قبل المباراه ما تبدا. هو ده. هو انا ليه انا برضو عايز اعرف، هو اللي هو حمدي الجزار، هو احنا ليه بنفترض دايما سوء النيه وما بنبحثش اصلا ورا سبب المشكله؟ والمشكله اللي حصلت دي اعتقد ان هي حصلت، والمفروض ان بسببها الاهلي خد عقوبه. نعم. يعني اعتقد اللي هيفكر يعمل حاجه زي دي هو شاف قبل كده، شاف ان اللي بيعمل حاجه زي دي هو كده كده فرقته هتتاذي بغض النظر عن اسبابها. نعم. اللي انا اصلا ما ينفعش اتكلم فيها لانها ما تخصنيش. لا هو خايف حد يخش في وسطكم يعني. هو اكيد خايف، هو انا عارف، بس انا بقول لحضرتك يعني هي العنصر برضو هي القصه ان احنا عنصر وزاره الداخليه عنصر مهم. نعم. في منظومه الكوره، بس برضو الفكره ان المفروض الايام اللي فاتت دي يعني احنا الناس بتتكلم وعايزين يزقوا مجموعات الكوره، مجموعات المشجعين ومجموعات الالتراس في سكه ثانيه بره الكوره. طب يا جماعه ما احنا قدامنا فرصه ان احنا موجودين في مكاننا، يعني ده مكاننا، يعني مكاننا هو المدرج. مظبوط. وده اللي احنا وزاره الداخليه وظيفتها الحفاظ على امن وسلامه المشجعين، اللي هو احنا زي ما هي بتقول الحفاظ على امن وسلامه المواطن في الشارع، هي مهمتها تحافظ على امني وسلامتي في المدرج. نعم. وفي نفس الوقت انا من حقي ان انا ابقى موجود في مكاني، وان انا اشجع، وان الداخليه تبقى موجوده في التراك حوالين الملعب تامن زي ما هي عايزه، انما نعم. مش من حق الداخليه ان هي تمنعني لمجرد المنع، لان احتمال تحصل مشكله. يعني ما هو بيحافظ يعني، لا هو الداخليه بيحافظ عليك يا احمد. يعني بما ان حصل قبل كده، انا بقول لك طبعا وجهه النظر اللي اتقالت لي على الهوا، هو بيقول ان بما ان حصل قبل كده كذا وكذا وكذا، فيعني دي معطيات بما ان فهيحصل، انت فاهم؟ طيب هل بقى لو كانت مثلا يعني مع كامل احترامي، هي لو كانت لائحه اتحاد الكوره بتقول عشان خاطر الرعاة وعشان خاطر التسويق ان نهائي الكاس لازم بيتلعب بجمهور، نعم، هل ده برضه كان هيبقى نفس الرد من الداخليه؟ ما هو اصل الموقف ده كده
ماتش الاهلي في بطوله في نهائي كاس افريقيا لحقوق التسويق والرعاة، الاتحاد الافريقي بيرفض ان اي ماتش نهائي يبقى من غير جمهور. وماتش تصفيات كاس العالم بتاع غانا بتاع العوده بغض النظر عن اهميته او عدم اهميته، كده كده وزاره الداخليه مجبره تامنه. نعم. فيعني مع كامل احترامي وزاره الداخليه هتامن نهائي كاس افريقيا في استاد المقاولين في القاهره بجمهور، وهتامن ماتش مصر وغانا نعم في استاد الدفاع الجوي بجمهور، الماتشين في محافظه القاهره، وبيقولوا احنا مش عايزين نخلي 5-6,000 متفرج يبقوا موجودين في الجونه. طب يا احمد ممكن اطلب منك طلب، ان يعني لان انا دلوقتي كان عندي خبر بيقول ان الالتراس عايز يعني هيحضر كده المباراه النهائيه، ولكن هو حقنا حقك، بس خليني انا حقي حق الجمهور ان هو يحضر. يعني الجمهور لا انا خد بالك حاجه كابتن اسلام يا احمد، خد بالك انا من البرنامج ده انا اول واحد اتكلمت في هذا الموضوع، ويمكن انت عارف انا سمعتك بنفسي وسمعت المداخلات اللي اتعملت معاك، وسمعت حتى المداخله اللي كانت مع كابتن ايمن يونس لما قال لك البطوله بدات من غير جمهور تكمل من غير جمهور، بس انت قلت له لا ده حق للجمهور ان هو لازم يحصل. لا انا قصدي اقول لك ان انا نفسي، يعني انا كاسلام الشاطر اللي هو بقى لعيب الكوره والكلام ده، انا نفسي اشوف الجمهور في الملعب. ده شيء منتهي. مين ما بيحبش الكوره ما نفسوش ان هو يشوف الماتشات بتتلعب ويشوف الجمهور في المدرجات. طبعا ولكن انا اقصد يعني خليني اكمل لك النقطه دي عشان اسيبك تتكلم براحتك بعد كده. يعني يا احمد بص، خلي اليومين اللي جايين النبره تهدى شويه. ليه؟ لان من النهارده لبكره ممكن حاجه جديده تحصل، خد بالك. فما ينفعش لما هو من النهارده لبكره ممكن حاجه تحصل. احنا كل اللي قلناه ان احنا يا جماعه احنا عايزين نحضر، نحتفل بفرقتنا، نشجع فرقتنا لغايه اخر دقيقه. طب انا هقول لك حاجه ثانيه يا احمد، نجيب الكاس نهدي الروح عمرو حسين. ده كل اللي احنا قلناه. انا هقول لك حاجه ثانيه خالص. افرض لا قدر الله ودي كوره، انت فاهم كلامي طبعا، لا قدر الله الزمالك اتغلب، هتعمل ايه؟ لا قدر الله من سنتين الزمالك كان بيلعب في استاد القاهره وسط 80,000 نعم. قدام انبي وخسر بطوله الكاس. نعم. والماتش خلص بسلام والجمهور مشي وروح والزمالك خسر وما حصلش اي مشكله وما حصلش اي شغب وما حصلش اي حاجه. نعم. بس عندك حق، ولكن انا زي ما بقول لك كده، خلي اليومين. انا بص، انا عايز اقفل الموضوع بالكامل على اي حد يجي يتكلم يقول لك، يعني بما ان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انا شايفه كلام الحقيقه من حقك كجمهور ان انت تحضر هذه المباراه، وشايف ان اللي هو حمدي اللي شافه خلال الفتره اللي فاتت يخليه يقول هذا الكلام. ولكن من هنا لبكره انا مش عايز بس الاقي بكره تصريحات والاقي بيانات ان احنا كده هنحضر وكده اللي يحصل والكلام. اسمع كلامي. كابتن اسلام هو البيان اللي نزل ان احنا هنحضر، مكاننا هو المدرجات وعايزين نشجع فرقتنا وعايزين فرقتنا تكسب في ارض الملعب. احنا نفسنا في بطوله زي في 2008 محمود حمزه الله يرحمه قبل لما يتوفى كان نفسه الزمالك ياخد بطوله. عمرو حسين لما توفى قدام نادي الزمالك كان نفسه يشوف نادي الزمالك بياخد بطوله. دور اللعيبه في الملعب ودور الجمهور في المدرجات يعملوه والبطوله هتيجي ونهديها لروح عمرو حسين. ده كل اللي احنا طالبينه من منظومه الكوره في مصر كلها. يعني حتى يا احمد بس عشان لو طلعتوا بيان اليومين اللي جايين دول تطلعوا بالمعنى اللي انت بتفهمني بيه او بالطريقه اللي انت بتفهمني بيها، ما تطلعش بيان يبقى اتحدى ومش اتحدى اسمع بس اللي بقول لك عليه. حاضر. من هنا اكلمك انا ساعتها كابتن اسلام تاني. من هنا لليومين اللي جايين دول علشان الامور احنا نفسنا نشوف كل الجمهور الصراحه في المدرجات. ان شاء الله يا كابتن. اشكرك يا احمد الحقيقه على هذه المداخله.